واحد السلام عليكم المتابعات والمتابعين. سمحوا لي بزاف على الغيبة، عارف راسي طولت، ولكن كما قال ستاتي راه كاينه ظروف. في الاخر ديال الفيديو نعاود لكم علاش عقلت على هاد الشجره ديال السيبريه. كنت زرعتها شحال هادي، واحد العام دابا والصرف، ولكن ما درتش لها فيديو. ومؤخرا لقيت نيض حدا هاد الشجره ديال التمر، هاد النخله هادي. فغادي نقول لكم القصه ديال هاد النخله كيفاش تناضت، ولكن دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نحيدها من الارض ونديرها في هاد السطيله هادي. فإلا كنتو اول مره كتفرجوا في هاد الفيديو هادي، ما تنسوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه، وتفعلوا هذاك الجرس ديال التنبيهات باش يوصلكم الجديد. فغادي نجيب واحد الملاسه ونحاول نحيد هاد الشجيره هادي ما حدها صغيره. انا يلا اكتشفتها مؤخرا، ما كنت كاع كنديها فيها. فكيفاش البلان ديال هاد النخيله هادي تناضت، فانا ديما مع الصباح كنفطر باتاي ولا القهوه، وكنفطر بالتمر لان كنشرب المسوس. ما تخافوش، ماشي ديابيتيك، ما فيهاش السكر، ولكن انساني يحضي راسو. السكر جاي في الطريق، فإلا كان غيجي على 40 عام نعطلوه واحد 10 سنين حتى نكونوا واجدين شويه، نقربوا نموتوا. فكنشرب المسوس وكنشرب معاه التمر، كنحلي بشي حاجه اللي هي طبيعيه. وهاد العلف ديال التمر كنسالي من عندي واحد البيت هنا فين حدا هاد الجريده، كنلوح بعض الخطرات العلف ديال التمر على برا، فيمكن شي علفات لاحت هنايا ودارت هاد الشجيره هادي. يلاه اكتشفتها مؤخرا مع في الصباح كنجي نبغي نغسل وجهي، كنغسلو حدا هاد الشجيره هادي باش داك الماء ما يضيعش، يستافدوا منه النباتات. وانا نلقى هاد الشجيره ديال النخل نايضه هنا فين، فقلت علاش لا نديرها في واحد السطيله قبل ما يطولوا لها العروش ديالها وتولي العمليه ديال يعني الاقتلاع ديالها من التربه غادي تولي صعيبه، لانه يا اما غادي يقدروا انهم يتقطعوا لها جذورها، ولا هي تضرر وما تعيش. فنحيدها دابا ما حد ان الجذور ديالها باقيين صغار باش تعيش شويه وسط من هاد السطيله هادي. وفاش تكبر راه نحفر لها شي حفره مزيانه ونديروا لها حتى هي شي فيديو نوريكم كيفاش غادي نزرعها في الارض الا بقات عايشه بطبيعه الحال. فجدت هاد السطيله هادي مخلط فيها التراب، عندنا حنايا التراب كيكون شويه ما بين الحمار والكحل، ودرت عليه واحد شويه تاع مازير ضروري باش هذيك النخيله تلقى باش تغدى في هاد السطيله هادي. رايت ما اننا نلقاو لها بلايصه فين نزرعوها ملي تكبر. فجبت التراب دكيتو مزيان وسط من هذيك السطيله، وملي زرعت هذيك النخيله زرعتها وسط من هذيك السطيله، عاود تاني دكيت مزيان. وغادي نحاول نسد هاد الثقبه هادي اللي درنا في الارض، هاد الحفره هادي نسدها باش الشجره ديال السيبري حتى هي ما تضرش. وخا الشجره هادي يعني غاديه كطوال بواحد الطريقه زوينه بزاف. فكما كتشوفوا هذه هي الشجيره ديال النخل، هذه من الطبيعه. فغادي نجيبها هناها فين نمشي نسقيها. هذيك الحجيره كنديرها غير باش ما يتحفرش التراب ملي بدا تخوي ما يتولش شي ثقبه في الفوق من التراب، لان العروق ديال الشجيره راه مقربين للسطح، ما بغيناش هذاك التراب يتقب، سينو غادي يولوا العروق باينين وتضرب فيهم الشمس. هاد الشجيره هادي غادي ندير لها واحد القضيه اللي كنصحكم كاملين انكم ديروها. اول حاجه بعدا قبل ما نوريكم شنو غندير ليها، تقبوا ديما الكاع باش الماء باش الا خويتوا الماء بزاف ما يغيش لكم في السطله لتحت، والعروق ديال النخله الا وصلوا تما ولقاو غير الماء راه غادي يقدروا انهم يخماجوا. فمن الاحسن ديروا بحال هكا تقيبات وسط من السطله، ماشي وسط من السطله، في الكاع ديال تحت باش الماء يخرج. فوالا بهاد الطريقه هادي درت تقريبا 5 ديال التقابي. نعاود نزيد عاوتاني شويه الماء صافي. وهاد السطله هادي راه شفافه، راه كيبان الماء اللي الحد اللي نواصل. ها انتم هاد القضيه هادي الا كنتو كتزرعوا شي حاجه في وقيت الشتاء، ولا لا حولتوا شي نقله في وقيت الشتاء، ديما داك حنا كنسموه هذا الدواز ولا النفيف ولا داك الراس ديال القرعه، حاولوا ديروه من الفوق يسد لكم هذيك القرعه مزيان. انا راه كنخشيه في التراب حتى كيوصل صافي، حتى كتسد القرعه تماما. كنت نقول لكم القرعه فوالا. علاش هذاك النفيف؟ باش ديك البروده اللي كاينه في الجو ما تدخلش بسرعه كبيره مع ديك الوقيته ديال الغروب الشمس ومع منتصف الليل، ما تدخلش بواحد السرعه كبيره لهذاك النبته وتاثر عليها، لان هي باقا صغيره
وعارفين نتوما الجو راه بارد بزاف، وهذا الشجر ديال النخال ولا هذا الشجر اللي كينوض في المناطق اللي هي ساحليه راه ما كيتحملش واحد البروده اللي هي كبيره، ماشي بحال الاشجار اللي كتنوض مثلا في الجبال ديال الاطلس وداك الشيء. فكما كتشوفوا هذه هي الحديقه. كنتو شفتو قبل الرمان وناض حداها واحد الرميمونات صغار، هادو غير ديك الرمانه كتنقيتها واحد النهار شريتها من سبت كزوله، نقيت الرمانه لحد الجلوفه ديالها تما لان كانوا شي حب شويه بحال الخامج وناض رميمونات صغار تا هما غادي نحيدهم شي نهار. دابا غير حاليا مشغوله الاخوان، فجانيت نقول لكم فاش مشغول. مؤخرا خرجنا من مرحله العزوبه ودخلنا لمرحله الخطوبه في انتظار مرحله الزواج. فكانت عندي الخطوبه مؤخرا، وراكم عارفين الترتيبات وداكشي ديال التوجاد وسير هنا والرونديفوات والعائله، فتشغلنا مبقيناش لان الفيديوهات تما راه كيبغوا تكون في واحد الحاله نفسيه معينه وداكشي. فسمحوا لي على هذه الغيبه هذه. زيد على ذلك مؤخرا كندير شي اصلاحات في الدار، ضروري نوجدوا المدام فين تجي. فهذا ما كان الاخوان، هذا الشيء علاش والاخوات ايضا، لان المتابعين ديالنا راه ماشي غير ذكور، كاينين حتى الاناث. فشكرا لكم كاملين على المتابعه. الفيديوهات الاخرين هذه عينه منهم، تقدروا انكم تكليكيو عليهم في الشاشه وتمشيو نيشان لهاد الفيديوهات هادو اللي كيبان لكم المينياتور ديالهم. سينو دخلوا للقناه وتلقاو بزاف ديال الفيديوهات. شكرا لكم بزاف، بسلامه والى اللقاء.